تواجد اللاعب المغربي المحترف بنادي العين الإماراتي سفيان الرحيمي في لائحة وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي في اللقاءين الوديين الأخيرين أمام موريتانيا وأنغولا، وذلك في اعتراف ضمني من المدرب بخطئه حينما استغنى عن خدماته وأبعده عن مفكرته منذ توليه الإشراف عن العارضة التقنية للمنتخب المغربي. ويبصم سفيان الرحيمي على أداء رائع مع فريقه حيث قاده إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا، ما جعل الشارع الرياضي المغربي بالضغط على الركراكي الذي خضع أخيرا وعاد رحيمي إلى المنتخب. إلا أن عودة رحيمي لا تعني وفق متابعين ضمان مكان في لائحة الركراكي المقبلة، حيث أن المدرب سيعيد اللاعب سفيان بوفال مهاجم الريان، وسيستدعي لأول مرة لاعب نادي لونس الفرنسي نائل العناوي، ما قد يدفعه إلى إبعاد رحيمي من جديد عن عرين الأسود. وتألق لاعب الرجاء سابقا في مباراة يوم الأربعاء أمام نادي الهلال السعودي في ذهاب دور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم بنتيجة 4-2، حيث سجل المغربي سفيان الرحيمي هاتريك تاريخي للعين في الشوط الأول أمام الهلال في الدقائق 6 و26 و38